هل حدث أن استيقظت من النوم ومددت يدك إلى الهاتف قبل أن تفتح عينيك؟ تلك اللحظة تحولت إلى عادة، وصارت بداية إدمان دون أن نشعر. بدأنا نستخدم الهاتف بصورة طبيعية، لكن مع الوقت ارتبط الدوبامين بالسحب والإشعارات، وأصبح الهاتف هو الذي يملكنا، لا نحن من نملكه. صرنا نبدأ عملا ثم نتركه بمجرد سماع إشعار. تركيزنا سرق منا شيئا فشيئا، ساعات تذوب أمام الشاشة ونحن نحسبها دقائق. الوقت يمضي ونحن لا ننتبه. أصبحنا نجلس معا لكننا لسنا معا. الهاتف أخذ مكان الحديث والمودة. قبل النوم نقول 5 دقائق فقط، لكنها تتحول إلى ساعات ولا نحصل على نوم مريح. الإدمان ليس ضرورة أن يكون مادة، أحيانا يكون سلوكا. وإن كان الهاتف يسيطر عليك، فعليك أن تعترف بأنك مدمن استخدام. كانت هناك فتاة تقول كل يوم سأبدأ غدا، حتى اكتشفت أنها تقضي 5 ساعات و38 دقيقة على الهاتف بلا أي فائدة. فقررت أن تجعل ساعة واحدة يوميا بلا هاتف، وكانت تلك الساعة قادرة على تغيير حياتها بالكامل. حين أفاقت وصارت هي المسيطرة، استطاعت أن تبدأ مشروعها وتنجح. الوقت كان موجودا، لكن الهاتف كان يسرقه.